ازاي تربي متحرش في البيت؟ لما يبقى الكلام في المواضيع الإباحية عادي، لما الولاد يكونوا بيقعدوا مع الكبار ويسمعوا كلامهم عادي، لما ما يبقاش فيه تربية دينية وقيم، ولما الأب والأم يتفرجوا على محتويات 18 بلس قدام الولاد ويفكروا إنهم عادي ودول عيال ومش فاهمين حاجة، لما ما يفصلوش بين الولاد في النوم ولا يحطوا بينهم حدود زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا إننا نفرق بينهم في المضاجع، ولما تبقى العيلة سمك لبن تمر هندي وده عمه وده خاله وده متربي معانا وتكون حرمة البيوت مستباحة، لما نبدأ نراضي الصاحب والقريب على حساب الطفل اللي اتأذى عشان العلاقات ما تبص، لما ما نعرفش ولادنا حدود جسمهم وفرق اللمسات ونجبرهم يبوسوا عمه ولا يحضنوا طنط غصب عنهم، لما ما نبقاش متابعين معاهم بيتفرجوا على ايه او بيتكلموا مع مين ويلا هم ملهيين وساكتين. ولادنا امانه وجايين الدنيا واحنا مسؤولين اننا نشكلهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ركزوا مع اولادكم واخلقوا حوار بينكم وبينهم عشان مهما حصل ومهما قابلوا يجوا يحكوا لكم وما يخافوش.